بقى احمد وفادي خفاجه اتحولوا في يوم وليله من حبايب بيلعبوا مع بعض على التيك توك، بيدخلوا بقى سود وحيتان ونمور ودولارات لاخصام ما بينزلوش لبعض منظور. كل واحد بقى مسك السي في بتاع التاني وسيح له على التيك توك. كل كلمه بيقولوها الخدامات اللي عندك. تفيني اللي جوزك دكتور، انت عملت ايه في حياتك؟ هي اساسها كومبارس. فادي ومها صرحوا من فتره انهم مش لاقيين شغل، فاضطروا ان هم يشتغلوا على التيك توك. ايوه يا جماعه، التيك توك دي شغلانه، في ناس بيبقى عندها شيفت كده وحاطه تارجت كل يوم انها تشتغل 8 ساعات وتدخل بقى كل واحد بقى على حسب، يعني كل برغوت على قد دمه، واللي بيبقى متارجت يدخل $100 في اليوم، $200. ايوه يا جماعه الارقام دي حقيقيه. احنا بنطلع اولا علشان ما بنشتغلش. انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، ممثل بتقدير جيد جدا. ازاي انا قاعد هنا؟ ما احمد بتاكد بنفسها انها شغاله موظفه على التيك توك. انا جايه تبع اداره التيك توك، فانا لما ادخل انا داخله موظفه. المهم يعني ان هم كانوا زي السمنه على العسل، يلعبوا مع بعض وبيدخلوا تحديات، وهي تقول له يا مطفر يا مطفر، يعني اللي ما حيلتكش حاجه، هو يقول لها يلا اشوف لك راجل، والكلام اللي احنا عارفينه ده اللي بيتقال ايه في الجولات علشان يسخنوا الداعمين. يعني هي مثلا مره تكسب تروح تحكم عليه ياكل معلقه شطه، هو يكسب فيحط يحكم عليها هي تحط شامبو. ورغم من ان فادي عارف ان في دعم قويه عند مها اسمها ديما بتنزلها دايما اسود وحيتان وبتفوزها، مقابل بقى ان هي في كل مره لما تيجي تلعب تجيب حد تسف عليه معاها في اللايف وتضحك ديما. هي عندها داعمه اسمها ديما، كل يوم تقول لها ايه؟ هاتلنا صبحي نتمقلس عليه، هاتلنا فادي نضحك عليه. وفادي يعني الحقيقه ما كانش عنده مشكله، هو عارف ومتعايش، يعني بيسترزق وبيسيب برده مها ايه تسترزق. المشكله بدات بينهم لما كانوا بيلعبوا سوا في لايف من اللايفات. جت واحده من جمهوره وسالته انت ليه مطلع مها دي معاك في اللايف؟ البنت دي ما بحبهاش، انت مش عارف ان دي بتتاجر بابنها وبتاخد هدايا على حسه؟ هي اللي بتقول مش انا بحكي لكم اللي حصل. يعني احنا كجمهور ليكوا بنحبك يا فادي، بعد اذنك ما تلعبش مع مها تاني. فده كان رد مها عليها. كل الخدامات اللي عندك انا واخده سكرينات من كل كلمه بيقولوها الخدامات اللي عندك. الخدامات الشمال. لا يا مدام مها، ما يصحش الالفاظ دي يا مدام مها، احنا برضو فيديوهاتنا يعني بتخش بيوت ناس، ما يصحش كده. منتج يا سلومه. لا يا باولو منتج يا باولو. طبعا بعدها فادي يعني اتحط في موقف محرج. انت يعني كده بتصغريني قدام الناس بتوعي، يعني دلوقتي مثلا انت كده هتحطيني في موقف وحش. يعني طبعا معروف ان فادي شاب، احنا بصراحه انا متلخبطه بينه وبين هادي وفادي وشادي، ولكن يعني هم كلهم هم الثلاثه الصراحه في العادي شباب ملتزمه كده واولاد ناس محترمين. لو تفتكروا ان هو كان برضو في يوميات ونيس، مش عارفه هو ولا اخوه الصراحه، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات هو كان مين فيهم. المهم يعني ان العيله دي عيله مؤدبه، فهو اتحط دلوقتي في المقص، مش عارف يرد على مدام مها ويقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده المعجبيني، ولا عارف يسكت معجبينه. فالراجل رد يعني رد كده مايع، قال لهم ما يصحش يا جماعه كده، ما حدش يكتب كومنتات سلبيه. انا اللايف في 1000 وانا ما اقبلش كلمه على اي حد. فطبعا الرد ده ما عجبش مها. يعني ازاي يعني حد يغلط فيا وانت هي ما غلطتش فيها يا استاذه مها. يعني انا عايزه اوضح لحضرتك هي ما غلطتش فيك، هي بتقول له ما تلعبش معاها مش حابينك، يعني عادي، القبول ده من عند ربنا. انا شخصيا بحبك وبموت فيكي بقى في شخصيه بكابوزه بتاعه الباشا تلميذ، بس عادي انت فنانه يعني فاهمه، في ناس بتحبك وناس ما بتحبكيش. يعني المهم يعني ان الحوار ما عجبهاش وقالت له انت كده ما جبتليش حق. تقول لهم يا خدامات بطلوا يا شمال، كفايه ان انت تقول لهم يا شمال بس، انا مرضيه. احلى حاجه في الخناقه ان هادي اخوه كان بيتفرج على الخناقه ومتمزج كده قاعد مبسوط بقى. طبعا دي شعلله، والشعلله اللي بيجيبوا متابعين والمتابعين بيجيبوا داعمين والداعمين بيبعتوا دولارات. فشرب ميه كده، شرب له بق ميه كده وقعد يتفرج على الخناقه ويضحك للجمهور. يعني قلب هم بيتخانقوا ماشي، انا بس عشان الجمهور ما يزهقش برده ايه اضحك له كده والغيهم يعني. المهم اللايف خلص وكل واحد راح لحاله. ما هتسكت يا سلومه. طبعا هي كان نفسها ان فادي ما يبقاش محايد يعني ويجي في صالحها. طب ازاي يا استاذه مها هيجي في صالحك قدام جمهوره؟ يعني ما ده جمهوره، هو ده اللي بيتابعه وهو ده اللي بيدخل له فلوس. حضرتك بتقولي ان انتوا وهو ما بتشتغلوش بقالكم فتره، فده مصدر رزقه. يعني يرضيكي يعني هو يغلط في الناس اللي عنده في اللايف كده ما حدش هيدخل له؟ طيب وبعدين هو كده يا ليه الناس انانيه كده؟ فالمهم راحت كلمته بعتت له انبوكس وقالت له ما يشرفنيش اعرف او العب مع واحد دون المستوى. دون المستوى ايه يا مدام هاله؟ ده ما شاء الله يعني اقل جوله جاي فيها 17,000 نقطه. 17,000 نقطه يعني لو هنقول الاسد ب 30,000 نقطه يعني $204. اضربي حضرتك بقى شوفي بكام بقى في البنك ولا بكام في البنك برضه، مش هينفع اقول حاجه ثانيه يعني، تلاقيهم بقى اضربي بقى في 31. المهم يعني بعد الرساله دي فادي خفاجه بقى خلاص جاب اخره. الشاب المتزن اللي احنا بنشوفه عاقل وراسي وهادي خلاص بقى جاب اخره. بصوا مش طايقها. قال ايه بقى سلومه؟ الاستاذه اللي عامله جيست وجايبه المصريين وعامله نفسها هانم اللي جوزها دكتور
واللي هي اساسها كومبارس. فادي اتهور يعني، حتى داس على قلبه وداس على فلوسه، عمل بلوك للداعمه ديما اللي هي الداعمه بتاعت مها. ايوه يا جماعه عادي، هم الداعمين بيحبوا مثلا ايه، يبعتوا مثلا للي هم بيحبوه، مثلا اللي بيدعموه مثلا 5 أسودة في كام دولار احنا قلنا؟ في $150. بس برضه بيجبروا بخاطر المنافس الثاني مثلا يروحوا رامين له اسد، اللي هو ايه، يلا انت طيب غلبان كده بس احنا بنعزك، خد $150. فهو قرر يبلكها ويقول لها بص بقى، انا مش عايز الاسد ده منك ده كمان، وانت ولا استاذه مها. وطبعا هو ما قالش استاذه مها، الله اعلم قال لها ايه يعني. ديما انت كل يوم الصبح بتخش بترزعي لي اسد، مش عايزه، بلوك. طب حد يضيع اسد في الايام اللي احنا فيها دي يا استاذ فادي؟ وانا ليه يا سلمى امتى هينزل لي اسد؟ ليه ما بينزليش اسوده؟ نفسي مره اشوف اسد. طبعا مدام مها ده اكل عيشها، ولازم تعمل بقى اللقطه عشان ترد اعتبار الداعمه بتاعتها. طبعا ده يعني ما شاء الله عليها، بتنزل لها قد كده فلوس، هتلاقيها بقى شاريه شقه في مدينتي بالفلوس دي. انا اسفه ان انا بقول كده، حد فاقد الوعي توقعوا منه اي كلام، محدش يلوم عليه، معلش. هي برضو يعني اعتذرت قبل ما تتهم ان هو فقد الوعي برضو، وقالت له انا اسفه، فهو قال لها لا ولا يهمك عادي، طالما اعتذرتي خلاص. طبعا يعني استاذه مها النهايات بالنسبه لها اخلاق، عشان كده ما رضيتش انها تتكلم عنه بالباطل. ده بيشرب البتاع الويسكي ده بيشربه سك يعني، من غير ميه ومن غير اسمه ايه البيبسي اللي بيحطوه، من غير حاجه. هوب انا يا مدام مها، ده انا لسه بقول عن حضرتك ان نهايتك اخلاق، وبتقولي كلام حلو يعني، وبتخلصيها بالشياكه. طبعا احنا عارفينها ان هي فنانه خلوقه يعني، وخايفه على مصلحه زميلها يعني في الوسط. قررت انها تتواصل مع الدكتور علشان تساعده. ورحت مكلمه الدكتور وسالته له، قام الدكتور قال لي خليه يشرب حاجه اسمها وايل خفيفه، حتى انا بعتها له قلت له خفيفه، وحاجه اسمها اي دي لو عايز يتلطش شويه برضو. شابوه والله شابوه يا استاذه مها، فعلا هي دي اخلاق الفنانين اللي قلبهم على بعض في كل حاجه رغم الازمات، بجد شابوه. طبعا يعني رقيب الممثلين لما وصل له الكلام ده حس ان في حاجه غلط، وان الشخصيتين دول مش طبيعيين. طيب هو بقى سال بينه وبين نفسه، هل مثلا ممكن يكونوا هم هنا متقمصين شخصيات تمثيليه مثلا، فده مش حقيقي؟ لا هم الحقيقه برضو قال لنفسه لا هم يعني مش اقوياء للدرجه دي يعني، برضو يعني لا في حاجه غلط. اما حاولهم هم الاثنين للتحقيق، وطلب منهم تحاليل مخدرات وكحول. الكحول اللي بيترش، لا افيه سخيف، معلش انا اسفه، محدش يعمل بلوك يا جماعه. ما قالت لجمهورها ما تشغلوش بالكم يعني بكلام فادي ده، هو عايز يطلع ترند على حسي مش اكتر. بس هي طبعا رفضت، وقال لي يا مها يلا نتخانق مع بعض علشان خاطر يطلع ترند، بس في نفس الوقت اتفتحت لايف تتخانق معاه برضه. طب ايه مدام مها يعني، ما انتوا برضه وصلتوا لنفس النتيجه يعني. والله نفس المعنى. ايش هذا؟ انا مش من الناس اللي ممكن اطلع ترند بان انا اتخانق مع حد، انا ما بحبش الحاجات دي، لاني بصراحه انا ترند لوحدي. وهنا يا جماعه يحضرني سؤال مهم للساده المشاهدين برضو، احب اعرف رايكم. هل تفتكروا مثلا هم متفقين ان هم يتخانقوا على ويعملوا الحوار ده علشان يطلعوا ترند، وعشان خاطر يسخنوا الداعمين يعني، اللي معاه حاجه حلوه يبقى في صف فلان، والتاني يبقى في صف فلان برضو، وكله يسترزق وكله يدعم؟ ولا فعلا في مشاكل كبيره في الوسط، وان وسطنا الاعلامي مش الاعلامي، وسطنا الاعلامي كده بدليل ان انا يعني بقدم محتوى، مش اقصد ناس تانية يعني. وهل برضو وسطنا الفني بقى فيه مشكلة؟ سؤال يطرح نفسه. كل الحب.